لما يكون ابنك المراهق غضبان وعمال يزعق، فإنك تزعق بصوت أعلى علشان تكسب حاجة مغرية، وتبقى بتقول لنفسك لأ مش هخليه يدوس عليا. لكن استسلام لإغراء الزعيق ده ممكن يكون مضر أكتر مما تتصور، لأنك لما تزعق في وشه فأنت ببساطة بتتحداه وبتخلي الخناقة تستمر فترة أطول. فكل ما حاولت تكسب كل ما هو زود في الزعيق وبعدين يحدي في الحاجات، وإمتى نخلص من ده؟ وبالإضافة لزيادة حدة الخناق، فالزعيق معناه إنك بتتخلى عن قوتك وبقيت أنت وهو في مستوى واحد، ولما ده يحصل بيبقى هيتكرر السلوك ده مرة واتنين وعشرة، لأنه هيحس إنه مسيطر، لأنه قادر يخليك تفقد السيطرة على نفسك لما ينرفزك. أولا وقبل كل حاجة لازم تعرف إن المراهق بيحاولوا يتصرفوا زي الكبار، لكنهم لسه ما عندهمش مخ الكبار، لأن مخهم لسه بيتطور وهيفضل كده لحد نص العشرينيات. علشان كده مش منطقي إنك تتوقع إنهم يتصرفوا زي الكبار، لأنهم بيشوفوا الحاجات بطريقة مختلفة عننا، وده بسبب التفكير الغلط أو المشوه واللي بيستخدموه لتبرير غلطه. في برنامج التحول الشامل بيحدد جيمس ليمان كذا نوع من التفكير الغلط اللي بيعاني منه الأطفال. والتفكير الغلط مش حاجة بنتعمدها، لكنها بتبقى من غير قصد، زي مش غلطتي إني كسرت الباب، أنا كنت متنرفزة من أخويا. يبقى اوعى. 1. تزعق أو تشتم. مفيش عذر كده، لأن من ناحية المراهق ولا من ناحيتك، فغلط الولد فيك مش مبرر لزعيقك أو الشتيمة، لأن الإساءة اللفظية ليه هتزود الموضوع سوء، سواء على المدى القصير لما يزيد الخناق، أو على المدى الطويل لما يتغير سلوكه وتتوتر العلاقة بينكم. 2. التهديد. الأحسن إنك تبعد عن التهديد، زي لو ما بطلتش هسحب منك الكمبيوتر 3 أيام، لأن ده مش هيخليه يبطل، لكن هيتخانق أكتر وهيزود في الخناق. فالأحسن إنك تقول لو ما رحتش أوضتك وهديت هيكون في تصرف تاني بعدين، وابعد. 3. تحاول تسيطر عليه. محاولة السيطرة واحدة من أكبر الغلطات اللي بيقع فيها الوالدين من غير ما يحسوا، فتحميل المراهق المسؤولية مش هيخليه مطيع 100%، ومش معناه إنه هيمشي على القواعد دايما حتى لو كنت بتعاقبه باستمرار لما يغلط. 4. تتعامل بدنيا. ده بيمشي كتف في كتف مع محاولة السيطرة اللي اتكلمنا عليها في النقطة اللي فاتت. فلو مرضيش يوقف الألعاب لما طلبت منه، ما تحاولش تاخد منه الريموت، أو لما يهدد إنه يسيب البيت ويمشي وهو متنرفز ما تحاولش تمنعه بجسمك وتقف في طريقه. مش من الكويس إنك تتعامل بدنيا مع المراهق، لأنه أولا وقبل كل حاجة ده بيدي مثال له إن طريقة السيطرة على الموقف هو القوة البدنية. ثانيا أنت بتغامر بشعللة الموقف كله. مش اتكلمنا في الأول عن الرغبة الطبيعية في القتال؟ الرغبة دي موجودة عند المراهق 100%، ما تخاطرش بالموضوع، مش مستاهل كل ده. 5. تحاول تكسب. لو كنت من اللي عارفين ان احسن طريقة للسيطرة على الجدال مع المراهق هي انك تبعد وتهدي نفسك، يبقى اعدي النقطة دي. لو حاولت دايما انك تكسب في كل معركة مع المراهق هتخسر الحرب. جيمس ليمان بيقول اختار معاركك وكن مستعد للفوز في المعارك اللي تختارها. ده يعني انك تسأل نفسك هل الموضوع مستاهل قبل ما تدخل في المعركة مع المراهق. ده مش معناه انك تفوز بالزعيق، ولكن انك تنجح باستخدام استراتيجيات فعالة تساعدك على تحقيق الهدف على المدى الطويل. يبقى تعمل ايه؟ 1. اختار معاركك. زي ما قلنا في اللي فات، اسأل نفسك هل الموضوع مستاهل التعامل مع المشكلة، او هل ضروري نتعامل معاها دلوقتي حالا؟ هل محتاج انك تاخد شوية وقت علشان تهدى قبل ما تتكلم معاه؟ فكر في الموضوع كويس وسيب شوية وقت علشان الامور تهدى. 2. استخدم لهجة الأعمال. جيمس ليمان بيقترح إنك تتعامل مع أسرتك معاملة شركة تجارية، أنت رئيس مجلس الإدارة. علشان كده لو الأمور مش عالية اتكلم مع المراهق بنفس الطريقة اللي رئيس مجلس الإدارة المحترم بيكلم الموظف اللي عنده مشكلة في تصرفاته. خليك هادي ومحايد والتزم بالحقائق. 3. الإفصاح عن الذات. خليه يعرف إنك عندك مشكلة في الكلام معاه دلوقتي، يعني مثلا إنك تقول من الصعب جدا بالنسبة لي إني أسمعك وأتكلم معاك وإنت بتعلي صوتك علي، أو لما بتعلي صوتك ببقى حاسس إني مش عايز أتكلم معاك. دي طريقة بسيطة علشان تحطوا حدود له وتعرفوا إن سلوكه مش صح. 4. اتحدى تفكيره. لما أقول اتحدى هنا مقصودش إنك تكمل معه المعركة زي أنت شايف نفسك بقيت كبير، لكن المقصود هو الإشارة اللي إن سلوكه مش صح. يعني تقول له
أنا عارف إنك عايز تخرج مع أصحابك، لكن الكلام معايا بالطريقة دي مش هيعمل لك اللي أنت عايزه. أو أنا فاهم إنك متضايق، لكن إنك تعلي صوتك عليا مش صح. أو لو طلبت مني بطريقة كويسة فأنا هحاول أعمل لك اللي أنت عايزه. 5. وأخيرا، أحسن طريقة لتعليم المراهقين هي قدوة. قدوة الأدوار هي عنصر أساسي لتعليم الأطفال إزاي يتصرفوا، وزي ما قلنا لو كنت عايز إن ابنك ما يعليش صوته عليك ما تزعقش وتعلي صوتك أنت كمان. لو عايزه ما يشتمش ما تشتمش. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير.